السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخوتي أخواتي أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين، أرجو منكم أن تعلقوا تعليقات كثيرة كي أعرف ماذا تريدون مني لكي أجيبكم. بماذا تهتمون؟ ماذا تريدون أن أقول؟ فيديوهات مثلا؟ سبحان الله، نعم، أفضل وأحسن. وحاولوا أن تشاركوا كثيرا حتى ينتشر الفيديو كثيرا ويستفيد الناس جميعا، وكل من يعلق تعليق سبحان الله يصبح مبلغ آية. سبحان الله، نعم، لكم ثواب عظيم. حاولوا أن تشاركوا في الفيديوهات كثيرا حتى تنتشر هذه الفيديوهات، وإن شاء الله يسلموا ناس وينصلحوا ناس من هذه الفيديوهات بإذن الله سبحانه وتعالى. الفيديو سوف أتكلم كيف أن العارض مثلا يأتي ويقول يا أبو أحمد استغفر حتى صلاة الفجر مثلا، وعندما يعني بدها تصير صلاة الفجر أنام. سبحان الله، يذهب يعني لا يدعني أن أصلي الفرض بسبب أنني أريد أن أستغفر كثيرا مثلا، أو أصلي على النبي كثيرا، أو أقول تاج الذكر كثيرا. انتبهوا للعارض كثيرا لأنه يريد أن يلهيكم عن الواجبات والفروض والطاعات لله سبحانه وتعالى. إذا راحت علينا صلاة الفجر ماذا استفدنا من الاستغفار؟ ماذا استفدنا من تاج الذكر؟ ماذا استفدنا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجب أن يعني ننظم وقتنا ونعرف كيف نعمل، ولا تضيع علينا إن شاء الله صلاة الفجر. نعم، يجب دائما أن نركز على الطاعات، ولكن بحيث أن لا تذهب الفرائض عنا، وخصوصا صلاة الفجر. سبحان الله، في هواء بصلاة الفجر يأتي نصف ساعة في النهار، لا يأتي كل اليوم 24 ساعة ما بيأتي هذا الهواء الذي يأتي عند صلاة الفجر، هواء نقي صحي. سبحان الله. إذا داوموا دائما وأبدا صحيح على الاستغفار وتاج الذكر والصلاة على النبي، ولكن لا تفوتوا عليكم الفرائض ولا تردوا على العارض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.